السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل الشيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات الرز البسمتي. عملنا الكبسة وعملنا البرياني، والنهاردة هنعمل الرز البخاري. المكونات بتاعته بسيطة ومفيش فيها أي حاجة، غير احنا برضو بنعيد على ان البهارات الحصى لازم تتحط مع البهارات المطحونة وتتحط على النار، تتشوح على النار مع حته زبده وحته سمنه، وبعد كده يتحط عليها الرز وتقلب كلها في بعضها. الرز البخاري ما بيتحطش معاه كركم. الكركم ممكن يتحط على حسب الرغبه، وبنحط معاه اللي هو اللون التطرزين بيتعمل مع البهارات البخاري. الفرق بين البهارات الكبسه والبرياني والبخاري ان البخاري بيتحط له شطه، وممكن احط له سنه جوز الطيب. تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا ونرجع لحضراتكم مره تانية. اول حاجه في خلطه البخاري كمون بلدي، فلفل ابيض او اسود، بس انا حطيت الابيض عشان الطعم بتاعه بيبقى جميل قوي، حبهان، قرنفل، القرفه، رشه جوز الطيب، رشه كركم ودي على حسب الرغبه موجوده او لا، والشطه برضو على حسب الرغبه اللي عايزها حاره او عاديه. ده شكل البهارات بعد الطحن. ان شاء الله الله اكبر، لها قوام جامد جدا وريحه حلوه قوي. ورجعنا لكم مره تانية بعد ما عملنا البهارات والخلطه بتاعته. عرفنا ان مفيش فيها اختلافات، بل بالعكس ده هي يمكن اقل، بس بتدي تيست عالي مختلف، حاره على اساس ان هي بيتحط فيها شطه. وكده نبقى عملنا الحلقه الثالثه من سلسله حلقات الرز البسمتي. نشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.